كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك يا رب. النهاردة بقى عملنا اللحم، عملناها من مكون مش كل مرة بستعمل المكون ده. طبعا اللحمة دي طبعا باين على كده هوت ان هي مش حقيقية، تمام. وانا حاطة هنا هوت من ورا بخور كده هوت عشان اعمل الدخان، وبهوي عليها بقى وبحاول ان اقنعكم انها لحمة حقيقية، بس هي مش لحمة حقيقية طبعا. دايما كنت بستعمل انا في اعمال اللحمة دي عجينة الملح عشان سهلة في التشكيل وسهلة في ان احنا نديها الشكل اللي احنا عاوزينه. بس فضلت دلوقتي ان انا اغير وعملت طريقة تانية، استعملت عجينة السيراميك. السبب في دوت ان عجينة الملح بعد فترة بتبوظ، انما عجينة السيراميك بتبقى جامدة، ولو استعملناها صح بتبقى كويسة وتعيش معانا طبيعي. طبعا هنا احنا عاملين شيش زي شيش طاووق كده، وكمان ما حطيتهم في الحارة. حاولت اعمل الجو المرح بتاع العيد، المراجيح اللي هي بتتحط دايما في الحارة في قبل ليلة العيد. والمرجحة اللي ورا برضه دي اتعملت بالخشب واتعملت بالشاليمو والفوم، بس لسه عاوز اجيب لها شوية أطفال صغيرين نحطهم فيها. وطبعا انتوا عارفين الحارة دي معمولة كلها من الفوم والجبس والكرتون ومواد خام تانية. حاولت ان انا اعملها قريبة من الحارة، والخروف المسكين دوت قاعد على جنبه كده هو مستني يتبع على سنة الله ورسوله طبعا. وبعدين في هنا هوت الجزء التاني اللي انا عاملاه في الحارة هنا هوت. المفروض ان الجزء ده هيبقى هنا محل ومكتوب عليه الاسعار بتاعة اللحمة، والتلاجة ورا الديكورات اتعملت بالورق والأرضية، وفي هنا فروة خروف لو كنتوا شايفينها اهي. الشواية معمولة بالألومنيوم، وطبعا زي ما اتفقنا واللحمة دي معمولة من عجينة السيراميك. عجينة السيراميك في فيديو طريقة عمايلها موجودة عندي هنا في القناة. والفحم معمول برضو بالفوم. طبعا انا لما حطيت من وراها البخور بحاول ان انا ما بينوش، بس ابين الدخان بتاعه عشان يبان كأنه مشوي. شايفين الدهن او اللي لونه شفاف ازاي؟ في تكنيك بيتحط في عجينة السيراميك نقدر نطلعه ان هو عامل كده. طبعا الدخان بخور. وبعدين في هنا سيرفيسات اتعملت بعد ما شوينا وخلصنا بقى الليلة ولمينا، عملنا الطبق بتاع المشويات ده. في شيش طاووق وفي كفتة وفي كفتة فراخ وفي ريش وفي فلفل مشوي اهوت وفي بصل وفي ما تشتهي القلوب. فضلت عندي حبة عجينة كده، قلت بدل ما اعمليها اعمل بيها بقى في الشوايات التانية دي شوية حاجات كده اهو. ونفس الموضوع حطيت لها البخور من ورا عشان يديها الشكل ده. طبعا الشوايات دي برضو معمولة من فن اعادة التدوير، والسيخ برضو معمول ألومنيوم. اوكي، والطبق ده من طبق ألومنيوم حقيقي عادنا تدويره وعملناه كده اهو. مستنيين بقى الشوي يطلع ونحطه فيه. احسن حاجة ان انتوا تعملوا الحاجات المصغرة من الحاجات الكبيرة بتاعتها، من نفس الخامة عشان تطلع قريبة للواقع أكتر. وطبعا دي لحمة لسه ما اتقطعتش ما اتشفتش، ما عدتش على ايد الجزار ما شالش منها بقى الشحوم والدهون والحاجات دي كلها. ادي الشواية وفيها طبعا فحم من تحت زي الفحم اللي في الشواية التانية. اوكي، طبعا مستعملين هنا للسيخ دوت الخلة بتاعت السنان الخشب بتاعها، غير السيخ التاني المعدن. ادي ريش كلها عجينة السيراميك. وطبعا دي الحاجات التانية بتبقى في الخروف اللي هي القلب والكلية والفشة والكبدة والكوارع اهيت، والرقبة والعينين والممبار طبعا ما نسيناهوش. كل الحاجات دي قبل السوا. واللحمة متعلقة اهي، وراس الخروف اللي بنسميها في الخليج الباجة. وادي الورق اللي هو زمان كان بيلفوا فيه اللحمة عند الجزار. والله انا مش عارفة دلوقتي هما بقى يلفوها ازاي. ده المكان اللي بشتغل فيه، تقدروا تشوفوا هو قد ايه صغير. ودي شواية تانية
اهي فيها فحم بس اللحمة وقعت على ورق. ودي شواية تانية مربعة اهي حتة اللحمة قبل ما تستوي. هو المفروض كنت والعجل بتاعها اهو، المفروض كنت احط شوية لون اسود كده على الشواية دي عشان تبان ان هي يعني ايه محروقة وكده اهي. والفحم طبعا اهو، عاوزة ادور على طريقة بحيث ان اخليه لونه كده فيه واخد شوية احمر او شوية اصفر كده كأنه مشتعل. اللي عنده فكرة يكتب لي في الكومنتس بليز. وده طبق تاني شيش طاووق طبعا ايه، في بطاطس بقى وطحينة في الجنب اهيت وبصل مع سماق وكده. وده الطحين ودوت الممبار بعد ما استوى بعد ما اتحمر. وهنا في 2 ريشة او ده هنا برجر قطعتين برجر كده على الشواية مستوي. وهنا ريشتين موجودين في الشواية اللي هي ايه بالايد. ان شاء الله هحاول اعمل فيديو ازاي نعمل الشوايات دي، او موجود في فيديو اوريدي ازاي نعمل الشوايات دي. عالم صغير، عالم منمنم خاص بالعيد، عيد الأضحى. اللحوم برضو في فيديو موجود عندي على القناة فيها طريقة عمل اللحوم دي، ازاي نعمل الذبيحة كاملة اهي بالدهن اللي فيها باللية بالختم بتاعها. اوكي، مهم يبقى فيه جزء عندنا تشريح الجسم الحيوان عشان يطلع النسب متساوية مظبوطة وريحة للعين. اهي طبعا الشادر ده كله انا هاخده احطه في الحارة اللي عندي اللي انا عاملاها بالماكيت. وادي الريش شايفين عاملة ازاي، وادي بقية الحاجة. يا عيني مات كان سعيد، شايفين الابتسامة عليه، الله يرحمه بقى. حبايبي اتمنى تكون عجبتكم الدورة الصغيرة اللي عملتها لكم دي في الاستوديو عندي بمناسبة عيد الأضحى، واتمنى انها تكون عجبتكم. اكتبوا لي في الكومنتس لو تحبوا نعمل اي حاجة تانية، واشوفكم قريب بإذن الله. وما تنسوش تدوني اقتراحاتكم ازاي اعمل النار احط عليها ايه عشان تبقى ان هي مشتعلة. شكرا يا حبايبي، واتمنى اشوفكم في فيديو تاني جديد. باي باي. Thanks for watching. If you really like the video, please like, share, subscribe and turn the notification on. Bye bye. Thanks for watching.